السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهى وده بودكاست بداية جديدة. خليك ساكت شوية وخد نفس عميق. تخيل إن مفيش حد في الدنيا كلها سمع غير ربنا. عارف أكتر مشكلة عندنا مش إننا مش عارفين ربنا، المشكلة إن احنا متخيلينه غلط، إن احنا بنتعامل مع ربنا كأنه قاضي قاعد مستني غلطة أو مدير شغل مستني تأثير، مع إن ربنا قال على نفسه الرحمن الرحيم. ربنا مش محتاج منك تكون مثالي ولا عمرك ما تغلط ولا إنسان فوق طاقتك. ربنا عايزك صادق. أول تعامل صح مع ربنا إنك تروح له زي ما انت، بتعبك بذنبك بكسرتك، حتى وانت مش عارف تقوله ايه. ربنا مش بيقول تعالى لما تبقى كويس، ربنا بيقول تعالى علشان تبقى كويس. خليك عندك ثقة في ربنا أكتر من كده، وقوله أنا تعبان حتى لو مش قادر تقول دعاء كامل. عارف ليه ربنا قريب مننا؟ عشان هو اللي خلقك وعارف ضعفك وعارف انك بتقع وعارف انك بترجع. التعامل مع ربنا مش صفقة، مش انك تقول انا صليت اديني ولا انا عملت استاهل. التعامل مع ربنا علاقة حب وثقة ورجوع، انك لما تغلط ترجع مش تهرب، انك لما تبعد تعرف ان الباب لسه مفتوح. ربنا على فكرة ما بيزهقش ولا بيمل ولا بيقول كفاية خلاص. ربنا سبحانه وتعالى لما الباب بيتقفل بيقولك أنا مفتوح على طول ليك، أنا الباب مفتوح على طول ليك، بس انت اللي بتفكر غلط. لو عايز تتعامل مع ربنا صح، ابدأ بحاجة واحدة بس، صدق النية. قول يا رب أنا عايزك حتى لو مش عارف الطريق، ومع الوقت هتلاقي الصلاة مش تقيلة والدعاء مش صعب والقرب مش خوف، القرب راحة. ربنا مش ضدك، ربنا معاك حتى وانت واقع. وخليك فاكر دايما أقرب طريق لربنا هو قلب صادق مش صورة مثالية. أنا نهى وده كان بودكاست بداية جديدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد، وما تنسوش برضو إن كل يوم في فرصة جديدة وبداية جديدة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية. مع السلامة.